ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. النهاردة ان شاء الله هنعرف مع بعض إيه الغسالة بتاعة الاطباق، ايه مميزاتها، ايه عيوبها، احنا فعلا بنقدر نستفيد منها وهي تستاهل ولا زي ما الناس بتقول ملهاش لازمة. يعني شايفين هنا عندنا الاطباق ديت اللي هي مكانها الشوكولاتة والحاجات دي، والكوباية اللي كان مكانها حاجة حمراء و... يعني كل الحاجات اللي في الغسالة دي محطوطة ان هي لسه هتتغسل. طبعا احنا اهم حاجة الرصة بتاعة الغسالة ان هي تكون مرصوصة كويس بحيث ان كل حاجة فيها توصلها المية كويس. وهنا ده درج المسحوق. بنكون حاطين فيه يا اما قرص القراص اللي هي بتاعة مسحوق الغسالة كاملة، او معلقة مسحوق لو احنا بنستعمل المسحوق اللي هو البودر. الغسالة بتشتغل بثلاث حاجات بنستخدمها أثناء عشان يعني الغسالة تبقى تشتغل وكده. في عندنا زيت وملح ومسحوق. هنا احنا بنعمل اي بروجرام بقى اللي احنا متعودين عليه، في بروجرامات شطف مية بس، وفي بروجرام مثلا تعقيم، وفي حاجات على حسب يعني كل غسالة والامكانيات بتاعتها. علامة اللي هي اس دي كده الغسالة بتدينا اشارة في نقص في الملح. العلامة اللي تحتيها بتبقى الغسالة بتدينا اشارة ان في نقص في الملمع او الزيت. هنا بعد ما خلصت الغسالة بنفتحها ونشوف، فاكرين طبق الشوكولاتة دوت اللي كان فيه شوكولاتة والحاجات دي كان عامل ازاي؟ ما شاء الله بقى بيلمع، والاطباق كلها نظيفة جدا وبتلمع، والكوبايات كأنها لسه جاية جديدة. يعني ما شاء الله النظافة بتاعتها نظافة حلوة جدا، وبتكون معقمة كل حاجة فيها، وبتكون سخنة. يعني الأطباق دي بيكون من سنة شوية كده تطلع بخار، بتكون سخنة. الكوبايات بسم الله ما شاء الله بتبقى فيها لمعة جميلة طبعا لأن هي فيها ملمع أو مساعد شطف. والملح اللي احنا كنا بنتكلم عليه دوت هو بيتحط في الغسالة من تحت كده، بيتحط مثلا مرة كل حوالي 20 أو 30 غسلة. الملمع بيتحط في نفس الدرج اللي هو حاطين فيه البودر ده بس جنبه، وبيكون دوت اللي هو بيساعد على ان الاطباق والحلل والحاجات ديت والكوبايات وكده تلمع. الملح بيعمل مش عارفة ايه تكلسات كده في الغسالة، المهم حاجة يعني تحافظ على الغسالة يعني. طبعا هي ما شاء الله استانلس بيلمع جدا فيها وبيبقى متنضف كويس قوي. معالق وكوبايات والحاجات دي كلها بتبقى حلوة. في عيب بس لو احنا حطينا حاجة مكانها بيض بتعمل زفارة، فنخلي بالنا يا اما نغسلها برا او ننضفها من اي بواقي للبيض وبس. بحبكم واشتركوا في قناتي.